قلبي علي بعدها حب يفتري عليا ويكب لي صوص الشطه كله على السندوتش، وانا بقول له حرام عليك يا عم انا عندي البواسير. خد كوبايه البيبسي كده يا باشا ونسلك المسالك وندخل على الجريمه اللي هتحصل دي، عشان انا اصلا مش من عشاق الشطه، عشان دي بتخليني ابات في الحمام حرفيا. علي يسكت يقوم مفتري تاني، وانا بقول له حسبي الله فيك هتخليني اعيط دلوقتي. بس احنا قد اي حاجه يا باشا كده، ونحط صوص الجبنه كده فوقه يا جدعان. شوفوا الصوص ازاي بيبظ ويلظ كده بعد القطمه دي، يا لهوي. بس قلت لكم اسراء وظيفتها ايه؟ تمسح لي بقي. كوبايه البيبسي مش نافعه ناخد الازازه كلها. قرب لي يا ابني كده فوكس وبص كده على عينيا وانا بعيط كده من الشطه انا وعلي فيصل. لا يا جدعان كمان بجد البطاطس كانت تحفه قوي بجد، من غير اي مبالغه الاكل بتاعهم كان تحفه قوي. وزي ما قلت لكم اسراء وظيفتها هنا تمسح لي بقي. خلصنا من الجريمه كده، وقمت واخد الميه بتاعت علي فيصل كده، وكان بيصوت بسبب ان انا كنت اخلصها على بقي واحد. ولا يا ابني حبيبي كفايه يا بابا، مش كده انا جايبها عشان عايز اشرب انا كمان. بجد اتبسطت بالتجربه الحلوه دي، واستنونا في مكان جديد واكله جديده.